لو لسه بتزعلي من الناس، اسمعي الكلمة دي عشان هتفرق معاكي جدا. انا كنت بتكلم مع واحدة صاحبتي وهي اجنبية مش مصرية، وبعدين وانا بتكلم معاها كنا بنتكلم عن العلاقات والمشاكل والناس والشخصيات وكده. فوانا بتكلم معاها في جملة كده قالتها لي، بصراحة من كتر جمالها انا كتبتها في ساعتها، وقلت انا ممكن اشارككم بيها ان انتوا تحطوها كده كمبدأ نمشي وراه. اللي هي ايه بقى؟ قالت لي I don't chase people anymore. يعني انا ما بقتش اجري ورا الناس تاني. هي كانت بتعمل ايه؟ هي كانت شخصية جميلة، دايما تبعت للناس رسائل، تبعت للناس تسأل عليهم، وبعدين لقت ان ايه، ان مفيش مقابل خالص. وهي لما بتتعب في بعض من الناس دول ما بيسألوش عنها خالص، بالعكس بيعملوا حاجات بتضايقها. فقالت لي انا قررت حاجة مع نفسي كده، اللي هو ايه، I don't chase people anymore. انا مش هجري ورا الناس تاني بعد كده. وراحت قايله بقى عليه ايه بقى الجمله دي بالظبط؟ قالت عليها unnecessary stress. يعني ستريس ملوش لازمه، ضغط انا بجيبه لنفسي بمزاجي، انا في غنى عنه. فعلا احنا في غنى عن بعض الضغط اللي عندنا في حياتنا. احنا خلينا نعترف، احنا كلنا عندنا ضغط في حياتنا، واللي ما عندوش ضغط في حياته يبقى كذاب. كلنا عندنا ضغط في حياتنا، ولكن في ضغط بيبقى بمزاجنا، احنا بنجيبه، اكيد مش بنجيبه بمزاجنا، بس ممكن ان احنا نتخلى عنه. ممكن ان احنا ببعض الافعال البسيطة في يومنا اللي احنا نمشي ونبعد الستريس اللي مش مهم اللي بيجي في حياتنا، اللي احنا اصلا في غنى عنه. وخلينا بقى، كفاية علينا قوي الستريس التاني بتاع اليوم والولاد والضغط والحياة والشغل، كفاية قوي علينا الستريس التاني ده. قولولي كده ايه رأيكم في الجملة دي، وهتنفذوها ولا لا؟